يا صباح الجمال عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض هريسة الشطة بطريقة سهلة جدا، وكمان فيها بعض الأفكار. وفي نفس الوقت الأيام دي موسم الشطة الحمراء دي، فطبعا احنا عايزين نستغل ان سعرها رخيص. نبدأ مع بعض بالطريقة. أول حاجة احنا هنجيب قرن الفلفل ونمسكه من فوق خالص، من عند الجدر بتاعها، من عند القرن. وبعد كده هنقطعها ونقصها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بالمقص بالشكل ده. طبعا الهدف من ان انا اقصها بالمقص ان ايديا ما تجيش عليها الشطه، طبعا هتبقى صعبه جدا. فانا كده قطعت كل الكميه بتاعتي وما طلعتش البذور اللي موجوده جواها. طبعا دي اهم حاجه بتدينا السخونه اللي موجوده في الهريسه، ما ينفعش ان احنا نبردها. بعد كده هنجيب كميه الفلفل بتاعتنا كلها، الفلفل الاحمر، وهننزل في الخلاط او ممكن طبعا في الكبه. معانا راس توم كبيره بالشكل اللي حضراتكم شايفينه متقشر، وكمان عليه ربع كوباية من الخل الأبيض وربع كوباية من عصير الليمون. بعد كده معانا معلقة من البابريكا، طبعا هي دي اللي هتدينا لون أحمر أكتر للفلفل. معلقتين من العسل الأسود، العسل الأسود هيدي طعم جميل جدا مع الهريسة. ومعانا معلقة من الملح. طبعا هنضرب كل المكونات دي في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين. لو الخلاط مش بيضرب كويس، ممكن ننزل بمعلقة من الخل تاني ونكمل بعد كده ضرب على طول. بعد كده في النهاية خالص، في الفينش الأخير، هنجيب ربع كوباية من الزيت ونديله بالظبط الضربتين اللي حضراتكم شايفينهم، مش أكتر من كده، علشان لون الهريسة ما يبيضش مننا. بعد كده هنجيب الحلة بتاعتنا وننزل فيها بالخليط كله بتاع الشطة، ونحطها على الحرارة، على درجة حرارة هادية جدا جدا، زي الرز بالظبط. هنخليها طبعا فترة طويلة جدا، لما تنزل كل السوائل بتاعتها وتشوفوها حضراتكم الحلة كده ما فيهاش اي سوائل. واهم حاجة كمان ما تشطش مننا، لازم نقلب فيها كل شوية. لو شاطت مننا ممكن نحطها في حلة تانية بدون تقليب، على طول ننزل بيها في حلة تانية بدون تقليب. كمية الهريسة وشكلها، وكمان لازم على الوش بنحط زيت وبنقفلها. احنا هنخزنها في الفريزر، وكل ما نحب نطلع منها نحط عليها زيت ونشيلها مرة تانية. الكيس ده انا ممكن اخزنه في الفريزر، بس انا هخليه في التلاجة للاستعمال، لان ممكن ياخد معايا شهر. فاهم حاجة ان احنا نخلي بالنا ان الهريسة ممكن تاخد معانا وقت طويل جدا في الفريزر، وفي نفس الوقت ممكن نستعملها الاستعمال اليومي بتاعنا العادي.